كلام ما حدش يقدر يعلق عليه. يعني كلام لو ان هذا الكلام تم، اذا انا بدعو واحد الاستاذ عمر هريدي والجماعه اللي موجودين كلهم مفيش رفع قضايا، خلي نادي الزمالك يمشي باحترام. اثنين، استاذ ممدوح عباس اذا كان استاذ مرتضى منصور بيمد ايديه من اجل صالح نادي الزمالك فعليك ان تمد يديك لاجل نادي الزمالك مره ثانيه، لاجل نادي الزمالك. الدكتور كمال استجاب، الاستاذ او المهندس رؤوف جاسر هو الاخر، هو كمان يمد ايديه ده لاجل نادي الزمالك. واتمنى انه نفس الامر يكون في النادي الاهلي، محدش يتقدم لا بطعن ولا بقضايا ولا بمشاكل، حتى لو ان الانتخابات فيها مشاكل، حتى لو الانتخابات فيها مشاكل سواء في الاهلي او في الزمالك. لو هذه الروح اللي انا بشوفها دي اللي احنا بنسمعه في الزمالك واللي احنا بنشوفه من صور في النادي الاهلي، لو ده بدأ هترجع تاني الرياضه هي التي تقود قاطره هذا الوطن، مش قصه اهلي وزمالك، تقود قاطره هذا الوطن. هتعرف تسيطر على الجمهور، هتعرف تسيطر على الخروج على النص، هتعرف ترجع الجمهور المدرجات، هتعرف ترجع الاحترام الانضباط. يبدو انها سياسه داخليه داخل جوه كل واحد. والجميل انه الكسبان مش داخل يصفي حسابات، والخسران مش بينتقم عشان خسر. جيم انتهى اتقفل يوم الجمعه، الناس كلها تبدا صفحه جديده. اتمنى ان ده اللي يكون موجود يا كابتن ايمن. يعني اول مره اشوف مكسب يحصل خارج المباراه. صحيح، برافو يعني عليك. المكسب حصل بهذه اللحظه اعتقد. واعتقد دي بدايه كمان مبشره للنادي الاهلي. هقطعك بس، دجله بيلعب ضربات ترجيح دلوقتي. اتفضل. ده من فضلك اتفضل. يعني يا ريت يحطوا لنا، لا يحطوا لنا حتى علامه النتائج. النتائج.